هو ده بقى اللاعب الاخطر والاشرس في فريق الهلال السوداني، ولازم خط دفاع النادي الاهلي يعمل له مليون حساب. فاكرين الهجمه والانطلاقه اللي عملها جان كلود غريموغيشا لما كلفت محمد هاني زي ما انتم شايفين في الفيديو امام حضراتكم، وكاد ان يسجل هدف التعادل لفريق الهلال السوداني. لاعب مهاري سريع وعامل حاله استثنائيه في بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد في دور المجموعات امام مازيمبي الكونغولي، سجل هدف الفوز في وقت قاتل في البلاس 90 من تسديده صاروخيه من خارج منطقه الجزاء زي ما انتم شايفين امام حضراتكم. بيسجل اهداف من كل حته، بيتوغل وبيكلفت المدافعين بشكل خرافي، لاعب على لاعب بيعدي بسهوله. طبعا خير مثال ودليل لقطته مع محمد هاني لما تالق فيها الشناوي، كذلك هدفه لما كلفت لاعب فريق مازيمبي الكونغولي في البلاس 90، وكذلك هدفه في فريق مولوديه الجزائر، ايضا كلفت باك رايت فريق مولوديه الجزائر وسجل هدف من تسديده صاروخيه بشكل خرافي زي ما انتم شايفين امام حضراتكم. يعني تالقه في المباراه الماضيه في مباراه الذهاب ليس وليد الصدفه، لاعب محترم ولازم يحترم ولازم يتقدر ويتم تقديره من خط دفاع النادي الاهلي. بالمناسبه هناك تقارير تؤكد النادي الاهلي بيراقب اللاعب ده، ولكن خلاص مراقبه بلا فائده، خصوصا بعد تعاقد النادي الاهلي احمد سيد زيزو. ما تخافش عزيزي الزول السوداني بالتحديد جمهور الهلال السوداني، مش هنتعاقد مع كلود غريموغيشا. ومن امتى اصلا فريق الهلال السوداني بيعطينا لاعب من عنده في الاساس؟ اللاعب ده لازم يتراقب ويتمسك في مباراه العوده بشكل جيد، هو مصدر القلق الوحيد في فريق الهلال السوداني، خصوصا بعد اصابه وعدم لحاق محمد عبد الرحمن في مباراه العوده في نواكشوط امام النادي الاهلي. لاعب محترم جدا وتقيل جدا ومهاري جدا. في نهايه المطاف ما تنساش تقول لي توقعاتك نتيجه المباراه.